تخيل دولة صغيرة في المساحة، بس جوه حدودها تلاقي حضارات عمرها آلاف السنين، صحراء شكلها من كوكب تاني، بحر ملوش زي، ومدن قديمة محفورة في الجبال. الدولة دي هي الأردن. وفي حلقة النهاردة من لو حبيت أسافر، هلففك في الأردن من الشمال للجنوب. فين تروح؟ تعمل إيه؟ وأهم الأماكن اللي لازم تتحط في أي خطة سفر. الأردن فين؟ وليه مختلفة؟ الأردن موجودة في قلب الشرق الأوسط، بين السعودية، فلسطين، العراق، سوريا، وموقعها ده خلاها دايما نقطة عبور حضارات وساحة تاريخ ممتد من آلاف السنين. مساحتها مش كبيرة، 98,342 كيلومترا مربعا، وده في صالحك كمسافر لأنك تقدر تشوف تنوع ضخم في مسافات قصيرة. العاصمة عمان، اللغة العربية، والشعب الأردني معروف بالترحاب والذوق. نبذة تاريخية سريعة: الأردن أرض حضارات، الأنباط، الرومان، البيزنطيين، العرب والمسلمين، وكل حضارة سابت أثر واضح لسه عايش لحد النهاردة. وده اللي بيخلي الأردن مش مجرد رحلة، دي تجربة تاريخ حي. أروح فين في الأردن؟ واحد، عمان، البداية الطبيعية. عمان مش مدينة سياحية كلاسيك، لكنها بوابة الرحلة. تعمل إيه في عمان؟ جبل القلعة، أعلى نقطة في المدينة، وفيها آثار رومانية وأموية، ومنظر بانورامي على عمان. المدرج الروماني، واحد من أكبر المدرجات الرومانية في المنطقة، ولسه مستخدم لحد دلوقتي. وسط البلد، تمشية، أكل شعبي، محلات، وتحس بروح المدينة الحقيقية. عمان من يوم إلى يومين. جرش، مدينة رومانية كاملة على أرض الأردن. جرش تعتبر واحدة من أكمل وأحسن المدن الرومانية المحفوظة خارج إيطاليا. وده مش كلام تسويق، ده إحساس حقيقي أول ما تدخل المكان. أنت هنا مش بتشوف أطلال وخلاص، أنت ماشي في مدينة متكاملة كانت عايشة من أكتر من 1000 سنة. ليه جرش مميزة؟ اللي يميز جرش عن أي آثار رومانية تانية إن المساحة كبيرة، المعالم واضحة، التخطيط الحضري لسه باين، والمكان مفتوح وسهل التمشية. يعني تقدر تتخيل المدينة وهي شغالة، ناس، عربيات، خيول، أسواق ومسارح. أهم المعالم جوه جرش: الشارع المعمد كاردو ماكسيموس، ده الشارع الرئيسي في المدينة، مرصوف بالحجر، أعمدة على الجانبين، مستقيم وطويل، وانت ماشي فيه بتحس انك ماشي في قلب مدينة رومانية حقيقية. الساحة البيضاوية أوفال بلازا، واحدة من أشهر معالم جرش، ساحة واسعة، أعمدة ضخمة، مكان تصوير ممتاز، ونقطة انتقال بين أجزاء المدينة. الساحة دي كانت مركز التجمعات والاحتفالات زمان. المدرج الجنوبي، مدرج روماني ضخم، تصميمه عبقري، والصوت فيه واضح حتى من غير ميكروفون. لحد دلوقتي بيتعمل عليه عروض وفعاليات ثقافية، وده بيخليك تحس إن المكان لسه عايش. المعابد والبوابات، في جرش هتشوف معابد، بوابات أثرية، ساحات صغيرة، كل جزء له قصة. حتى لو مش متخصص في التاريخ، المكان هيشدك. تقعد في جرش قد إيه؟ جرش محتاجة نص يوم على الأقل، ويفضل يوم كامل لو بتحب تمشي على مهلك وتصور. المكان كبير، والتمشية فيه جزء من التجربة. 3، البحر الميت، تجربة مختلفة. البحر الميت، أخفض نقطة على سطح الأرض. تعمل إيه؟ تعوم من غير مجهود. تجربة الطين، استجمام واسترخاء. دي تجربة مش بتتكرر، ومناسبة تفصل فيها من الرحلة شوية. البحر الميت، يوم هيكون كفاية. 4، مادبة، مدينة الفسيفساء. مادبة مدينة صغيرة لكنها مشهورة بخرايط الفسيفساء القديمة. أهم نقطة: كنيسة الخريطة، تمشية هادية، جلسة قهوة لطيفة. مادبة نص يوم حلو. 5، البتراء، جوهرة الأردن. البتراء دي مش مجرد مكان سياحي، دي تجربة، مدينة كاملة محفورة في الصخور، وطريق الدخول لوحده، السيق، رحلة نفسية قبل ما توصل. تعمل إيه في البتراء؟ الخزنة، المسار الكامل، الصعود لنقطة الدير، تصوير وتاريخ. البتراء يوم كامل على الأقل. 6، وادي رم، كوكب تاني. وادي رم صحراء مختلفة تماما، جبال رملية، ألوان، هدوء مطلق. التجربة: سفاري بعربيات دفع رباعي، غروب شمس، مبيت في خيمة، سماء مليانة نجوم. وادي رم من أكثر الأماكن
اللي عمرك ما هتنساها في الرحلة. وادي رم ليلة واحدة على الأقل. 7. العقبة البحر الأحمر. العقبة الواجهة البحرية للأردن. تعمل إيه؟ بحر، سنوركلينج، غوص، استجمام، مناسبة تختم بها الرحلة بعد تاريخ وصحراء. العقبة من 2 إلى 3 أيام. الأكل والتجربة المحلية. الأكل الأردني جزء أساسي من الرحلة. منسف، أكلة أردنية مش هتدوق زيها في العالم. فلافل، شاورما، والأكل هنا بسيط وطعمه أصلي. أفضل وقت تسافر الأردن مارس إلى مايو، سبتمبر إلى نوفمبر. الجو معتدل ومناسب للتمشية والآثار. خط سير مقترح 10 أيام. أول يومين عمان، يوم 3 جرش ومادبة، يوم 4 البحر الميت، يوم 5 و6 البتراء، يوم 7 وادي رم، يوم من 8 إلى 10 العقبة. الخلاصة: الأردن بلد متنوع، غني، سهل الحركة، وتجربته مختلفة عن أي مكان تاني. رحلة واحدة تشوف فيها تاريخ، صحراء وبحر. اكتب لي في التعليقات تحب نكمل بأنهي دولة، وما تنساش تعمل سبسكرايب عشان لو حبيت أسافر مكملة.